بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ النهارده مبروك للنادي الأهلي. أدى ماتش الشوط التاني قضى ماتش كويس، معقول ما أداهوش من ساعة ما بدأ الموسم، غير يمكن في اتحاد العاصمة. إنما ما أداش كده في الشوط التاني. أدى ماتش حلو كويس، اللعيبة واقفة على رجليها. الشوط التاني متوسط، يعني ما ليه الشوط الاولاني يطلع كده والشوط التاني يطلع كده؟ يعني ليه؟ يعني نقول لياقه بدنيه ضعيفه. طب انت كنت لياقه بدنيه ضعيفه، كنت انت قضيت الشوط الاولاني كويس والشوط التاني اللياقه البدنيه نزلت. ده الشوط الاولاني متوسط والشوط التاني جيد، جيد جدا. ليه؟ ان انا مش عارف استفاد من كل الكور الثابته. يبقى ليا 9 ضربات ركنيه وما اعرفش استفاد من كوره واحده. هو المدرب بيدربهم ازاي؟ احنا مش عاوزين نقول بس احنا بنقول الكلام دوت احنا من حبنا للنادي الاهلي. احنا بنحب النادي الاهلي، فعاوزين يبقى احسن شيء. مش ان هو احنا بننقده في اي شيء هو فعله. لا، هو مفروض ان هو يأدي متوشة كويس، يلعب كويس وانا مش هزعل منك. ادي ما عليك وانا مش هزعل منك. ليه الفرص بتضيع كده بالمنظر ده؟ يعني دي يعني لسه الماتش بادئ ويضيع من فرصة من بيرسي تاو بالمنظر ده؟ لا طبعا. ويضيع كورة من الشحات في الشوط الأولاني بالمنظر ده؟ ليه الشحات الكورة تتحط بالراحة؟ أنا ما جبت العزم ده كله منين؟ أنا بجيبها. ده أنا لو مدافع هلعبها كده، أنا لو مش مدافع ما هلعبهاش كده. وبعدين دول الجناحين بتوع النادي الأهلي، يعني اللي هم بيجيبوا جوان للنادي الأهلي، عشان احنا ما عندناش راس حربة. ما عندناش راس حربة. احنا عندنا لو راس حربة دول ما يلعبوش في منطقة الجزاء ابدا. يعني والمدرب هو السبب في ان هو مشى محمد شريف. اما انا ما عنديش راس حربة بالحالة دي، انا ماشي محمد شريف ليه؟ ما اسيبه لما اجيب امشيه بقى. المهم احنا مش هنقطع، هنقول مبروك برضك للنادي الاهلي. فوز السنة اللي فاتت ما اتكررش. كان السنة اللي فاتت كنا بادئين بماتشين هزيمه وتعادل. السنه دي فزنا وتعادلنا، يعني بادئين السنه اللي فاتت بنقطه واحده، السنه دي بادئين ب4 نقط كويسين. انديه كتيره، سان داونز اتغلب النهارده، بيراميدز اتغلب النهارده، شباب بلوزداد اتغلب النهارده. يعني امبارح شباب بلوزداد اتغلب امبارح. يعني الدنيا مهيئه جدا، والدنيا دي سان داونز اللي الناس كانت عماله تقول احنا سان داونز احنا موتناه هنا في الماتش اللي هنا في القاهره، والناس عماله تقول لك خطير. لا مش خطير، مش اخطر من الاهلي. الاهلي لو لعب عليهم كنا نفوز بالماتش هنا، ما نتعادلش ابدا. الاهلي لو لعب النهارده ووفق في الاجوان اللي راحت في الشوط الثاني كنا طلعنا على الاقل 3-0. احنا الجون طلع، انا زعلان ان احنا طلعنا متعادلين. ده جون فطيس، ما يجيش في النادي الاهلي كده بالمنظر ده. يعني اللاعب واقف وحواليه 3 من لعيبه الاهلي. يا اخي ارمي نفسك يا اخي، ولا اعمل اي منظر. واحد من 3 من اللعيبه عنده رامي ربيعه وياسر ابراهيم، والتاني كان محمد هاني. ايه ده؟ بيلعب. جابوا الجون في حراس الدفاع الاهلي. يعني ما ينفعش كده. احنا عاوزين كولر لازم ينبه عليهم. يعني احنا عدينا الدقيقه 90، عدينا الدقيقه 90 يبقى ننظم الدنيا كده وستوب على كده. مفيش ما تهاجمش. انت هتهاجم فين تاني؟ هو فاضل 5 دقايق ونخلص. هم جابوا الجون وكان عندهم عشم ان هم يجيبوا جون تاني. ضاع لهم فرصتين. طمع فيا عشان انا اللي عملت كده. كل ما الكرة تجيلي كل ما اضيعها، كل ما الكرة فرصة تجيلي كل ما اضيعها. كهربا ضيع له فرصتين، والشحات ضيع له، وده ضيع له، وده في ايه يا جدعان؟ مش كده. من امتى هتيجي يعني الشحات
الكرة جايه له، ما تتلعبش في وش رجلك ابدا، لا يمكن. ده ببطن رجلك وتتحط في الجون، ده انت كنت الجون فاضي. يعني عاوزين ايه؟ والكرة الفرصة اللي جت لمعلول اللي لعبها بالعرض، ما تتلعبش بالعرض، ده انت ما معكش حد الناحية التانية، دي تدخل في الجون على طول يا معلول. مش كده، انتوا لعيبة كبار، مش عاوزين نقول لكم انتوا تعملوا ايه وما تعملوش ايه. على العموم الماتش خلص، الماتش حلو، ما اديناش الشوط الثاني في معظم المباريات بالمنظر ده، واقفين على رجلينا كويس. الناس التانية كانوا خايفين مننا، الاتحاد الافريقي وهم طالعين يقولوا الحمد لله ان احنا تعادلنا مع النادي الاهلي، ما اتغلبناش. يعني الاتحاد الافريقي بيقول ان احنا ضاع مننا الماتش، مش بيقول هم، مش بيقول اتعادلنا، احنا اللي ضاع مننا الماتش. والكل بيثني على ادائنا للماتش، بس المدرب احنا هو في وادي واحنا في وادي تاني. يعني انا مش عارف احنا، يعني المدرب هي المدرب اما حس اللعيبه بتقف تستنى بعض، ده بيعزموا على بعض على الكوره، ده يدخل ده هيدخل على الكوره ولا ده هيدخل على الكوره، يسيبها تقوم اللاعب التاني بتاع يانجا يجي واخد الكوره وطالع. عندهم لا مبالاه. امام عاشور النهارده في الشوط الاولاني واحد واقف مستني الكره تجيله، ما جاتلوش، فالراجل زميله بيقول له ما تروح للكره، بيقوم مشوح له. لا ده متشوح له ده في الزمالك مش عندنا، تشوح له هناك، هم هناك واخدين على كده، احنا لا. يا امام عاشور لازم تعدل من نفسك، تعدل من نفسك هتبقى نجم، نجم مصر اكتر ما انت كنت في الزمالك. السولية النهارده نزل حلو، عجبني الحبه اللي لعبهم. يعني الراجل حس اول مره يحس ان هو يغير في بين الشوطين، يعني غير امام عاشور، طلعه ونزل قفشه في الشوط الثاني. قفشه هدى الريتم وبدا ان هو يوزع ومسك نص الملعب. احنا نص الملعب احنا كنا بنطلع الكره، الكره كانت بترد لنا تاني، كنا بنطلع الكره، الكره بترد تاني. يعني الكلام دوت ما ينفعش يعني. اسمه ياسر ابراهيم اتعور في اخر الماتش ونزل بداله خالد عبد الفتاح. يعني مش عارفين احنا الاصابات اللي هي بتتكرر دوت. وكان امبارح كان عبد المنعم متعور في التدريب وما لعبش الماتش. والحمد لله ان الدنيا يعني ما كانتش خطر قوي على رامي ربيعه وياسر ابراهيم. يعني يعني ربنا ستر، يعني ان هم ما عندهمش، هم كانوا نازلين خايفين مننا، خايفين ان احنا نغلبهم. يعني حتى هو المدرب بيقول لك احنا لو طلعنا بتعادل يبقى احنا كسبنا الماتش. الاهلي ده فريق كبير، والاهلي يعني كون ان انت ينزل والمدير الفني بتاع الفريق اللي قصادك بيعمل كده، يبقى انت في حتة تانية. انت بص، هو خايف منك، مرعوب منك. كون ان هو يقول الكلام ده هو مرعوب منك. ونقول للناس اللي شافت الماتش او اللي ما شافتش، بنقول لهم التشكيل كان الشناوي ومعلول ورامي ربيع وياسر ابراهيم وهاني، وفي الوسط مروان عطيه وامام عاشور وديانج، وفي الهجوم حسين الشحات وكهربا وبيرسي تام. كهربا طلع ونزل بداله طاهر، وحسين الشحات طلع ونزل بداله كريم فؤاد، والسولية نزل وطلع ما طلع اسمه ايه دوت مروان عطيه. وامام عاشور قلنا قبل كده ونزل بدل قفشه. وياسر هو اللي اتعور في الاخر وطلع ونزل بداله خالد عبد الفتاح. يعني هو ده اللي احنا مش عاوزين نتكلم عن الماتش عشان ما يبقاش كلام محروق، انا قلت وده قال وده قال وده قال. لا احنا مش عاوزين، مش هنهاجم الاهلي، بس احنا بنكرر ان احنا بنحب الاهلي. ده اللي احنا بنقوله من حبنا للاهلي، مش هنشتم في حد ومش هنغلط في حد ونطلع زي الناس اللي هي تقعد تشتم وتعمل قله ادب والكلام ده. احنا مش هنشتم في حد. وبقول للناس اللي هي عماله تنقد في النادي الاهلي وتنقد في المدرب، يعني قول له شوف مدربك انت الاول وبعدين تيجي تتكلم. هو انت المدرب اما كان بياخد بطوله الدوري في الزمالك كان قال لك اعظم مدرب وده احسن مدرب في العالم وده احسن مش عارف. ما قلناش ليه معاه لعيبه كويسه؟ اما النادي الاهلي بيفوز يقول لك ده
اي مدرب ماشي كده يلعب ويفوز ببطولة الدوري. لا، مش اي مدرب ماشي. انت معانا مدرب كويس ومعانا لعيبة كويسة، انما انتوا ما معاكوش ولا مدرب كويس ولا لعيبة كويسة. انتوا ديت ما بتقدروش ما فيش حد فيكم عنده الجراءة ان هو بيقول الحقيقة. انت عندك بعض اللعيبة كويسين، لا انا ما انكرش ان الزمالك فيه لعيبة كويسين، انما مش كلهم كويسين. انما انا عندي لعيبه الغالبيه العظمى فيهم، مش هقول لك ان الكل كويس، لا الغالبيه العظمى فيهم لعيبه كويسين مش وحشين. انا بتوع الاهلي بقول للناس ما تقعدش تنقد في النادي الاهلي، عيب. شوف نفسك وبعدين تعالى بص عليا. شوف انقد في نفسك. لو انت تعرف عندك الجراءة ان انت تقول ده كذا وده كذا، قول على نفسك. انما ما تقولش على النادي الاهلي. في ناس محدش يعرفها، عشان الناس حد يعرفها يقول لك الاهلي عال والاهلي عمل. زي مين؟ زي حماده انور بتاع النادي الزمالك اللي هو كان مدير عندهم. ده محدش يعرفه، ده مجهول، ما يعرفوش هو غير هم الزملكاويه بس. انما اما بيقول كده خلاص الاهلاويه والبورسعيد والاسماعيليه والاسكندريه كل الناس هتعرفه، لانه بيتكلم في عقلها. بقول له عيب، خليك في نفسك وبص على نفسك وبعدين اتكلم. اما تيجي تبص، بص على هدومك، شوف فيها حته مقطعه حته خيط هدومك الاول وبعدين قول لي الحق ده القميص بتاعك مقطع. انا اشوف قميصي اما تكون انت شايف نفسك. انما انت ما تجيليش انت هدومك مقطعه وتيجي تقول لي الحق هدومك مقطعه. لا يا باشا، انا ما كنتش عاوز ان انا اجيب سيرته عشان برضك الناس ما تعرفوش، انما انا جبت سيرته وقلت عشان هو لو حد يشوف يقول له يفهم، يسمع الكلام ويبص لنفسه ويخليه في نفسه. نعمل زي سمير، زي سيف زاهر يقول لك خليك في ورق، بص في ورقتك، بص في ورقتك انت بس كده، وبعد ما تبص في ورقتك وتحل اللي فيها بص في ورقتي وانا اقول لك اللي فيها ايه. ونقول السلام عليكم ورحمة الله.